أهلا وسهلا ومرحبا أعزائي المشاهدين الكرام، حياكم الله في برنامج أوتار لم تعزف. وهذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الجديد اللي إن شاء الله من خلاله راح تشاهدون مواهب مميزة وما مطروقة بالإعلام. وهذا البرنامج ليس فقط أنه راح يستقبل المنشدين وأصحاب الأصوات الجميلة، لا، راح يضم الشعراء والموهوبين بالرسم، وإن شاء الله من الله التوفيق. وتحياتنا لكل متابعين قناة أحمد الغريب. واليوم راح نستمع للموهبة والمميز والمبدع سيف المنصوري. حياك الله يا سيف. حياك الله يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا، حياك الله يا طيب. بطاقتك التعريفية يا سيف. البطاقة التعريفية سيف المنصوري من محافظة البصرة، قضاء نعم. الشهداء، مواليد 1998. أمر كله يا سيف يا مبدع. فدوى عينك يا بعد. حابين نسمع من عندك شيء، يعني بداية الحلقة الأولى ايش حاب تسمعنا، وعلى شنو قصيدتك؟ على الشهداء؟ على أنا خادم يا أستاذ إبراهيم، أسولف على الوطن السوري. يا الله تفضل. أقول ما تنفع بعد يا وطن بسك ما تنفع بعد يا وطن بسك عايد، شك ثوب النزاهة وطلع المضموم. الله عليك. شك ثوب النزاهة وطلع المضموم، مالك بعد قيمة ونومت جوعان. يمت الفقرة بيك تفصل لها هدوم، كنت بلا عقل ورفعت بيك اعلام وانطيناها وانطيناك روحه، وجنة ظن تقوم سنين الخلصت شيبت ناس صغار صغار. سنين الخلصت شيبت ناس صغار، نتأمل فرح ما شفنا بس هموم. تاخذ جايزة المفروض انت بهاي اكثر وطن، انت الشعب مظلوم، انت الشعب مظلوم مظلوم. كافي دخيل ربك طلع الموزين، كافي دخيل ربك طلع الموزين. ما ظل بيك بيت وقلبه ما ملتوم ما ملتوم. خلي لك كرام الغيرة نقطة ماي، خلي لك كرام الغيرة نقطة ماي، والشمات تمطر يمتى بيك تسوم بيك تسوم. ترى الما بي بخت ما خلى عندك خير، بس نبقى نحبك واللي يحب يلوم. الله عليك. بس نبقى نحبك واللي يحب يلوم. الله عليك يا سيف، الله عليك يا مبدع يا مميز يا مذهل. حبايبنا يعني سمعتوا هذا الصوت القوي اللي ما مطروق بالإعلام للأسف، يعني هاي الأصوات المميزة والمختلفة. يعني نتمنى من خلال هذا البرنامج نتمنى له التوفيق، يعني من خلال مشاركاتكم لهذه المقاطع القصيرة لهذا المبدع والمميز سيف المنصوري. فإذا حابين تعرفون عليه أكثر بعد هذا الفاصل إن شاء الله. حياكم الله متابعينا بعد هذا الفاصل القصير. طبعا استمعنا للموهبة سيف المنصوري. أنت مبدع، هذا الصوت الكبير والمميز. طبعا تقاري مجال سابقا.
اني ان شاء الله نقول. يعني وين كانت بدايتك؟ منو اللي كشف لك هاي الموهبه، هذا الصوت الحلو؟ اني بالنسبه ما انسى الفضل للحبيب والقريب وليد لوز الملقب. نعم. فهو اللي انطاني شويه الخبره، ومن بعض الاصدقاء، فتحياتي لهم من خلال كاميرتكم. حبيبي، لا صوتك جميل جدا الله حقيقه يطول بدون بعمرك. مجامله. الله يخليك يا هاي عباس. الاصوات اللي حابين نوصلها من خلال هذا البرنامج الجديد ان شاء الله، وهذه الحلقه الاولى وانت محظوظ يعني بالحلقه الاولى. الله يوفقك. المتسابق الاول او المشارك الاول. الكادر كله يا حياك عزيز. الله. الله انت منو اللي يعني شجعك؟ من الرادود اللي متاثر به، يعني اللي تتابعه دائما تسمع قصائده؟ بالنسبه يا استاذ ابراهيم العمالقه الرواديد الحاج ملا باسم الكربلائي. فالرادود المتألق بي ودائما استمع له يوم من بعد يوم، يوم بعد يوم، انه سيد فاقد. فتحياتي سيد له. فاقد. تحيه سيد فاقد من خلال هذا البرنامج. له والكل اهلنا بالناصريه. حبيبي يا الله مبدع. يطول بعمرك. زين، انت بهذا محرم ان شاء الله شو محضر من قصائد من اعمال؟ الشهر محرم قريب بعد ايام قليله ان شاء الله. اكيد. انا اجتني دعوه من خلال الاستوديوهات انه راح اقيم بعمل استوديو وليس مجالس. فنقول ان شاء الله القادم احلى. توفيق ان شاء الله. لا بعدك انت بعدك يعني فدوار عز عطائك ان شاء الله. الله يخليك. يعني ما شاء الله موهوب ومميز. وهاي القصيده اللي قريتها بالبدايه طبعا اي شاعر؟ القصيده اللي لقيتها بالبدايه للحبيب والقريب الشاعر حيدر. تحياتنا له. شاعر كلمات قويه جدا. الله يخليك يا مبدع. الله يطول بعمرك. طبعا شنو حاب توصل رسالتك من خلال هذا البرنامج؟ رسالتي انه طبعا انا هم ماتين اشكرك مره ثانيه واشكر الكادر الموجودين. شكرا كبير. رسالتي من خلال كاميرتكم ومن خلالك انه شكو انسان عنده موهبه او صاحب صوت مظلوم اعلاميا. صحيح. فيا ريت من خلال كاميرتكم والناس اللي جاي تشاهدنا انه الاعلام يحتضن هاي الاصوات المميزه، واللي على قولت اللي يقولون لا جاي يشاهدون هاي الحلقه الحس اللي تو اكيد. صحيح صحيح. الله يخليك. لا ان شاء الله احنا بالحلقات المقبله راح نستقبل العديد من المواهب اللي ما مطروقه بالاعلام ان شاء الله. كل التوفيق يا حبيبي. شنو حاب عندك قصيده ثانيه حاب تسمعنا ابيات حلوه؟ استاذ ابراهيم طبعا على راحتك على راحتك. انسان ما مجروح، لو فاقد اخو لو فاقد والد، فعد مقطوعه راح احكيها وان شاء الله تعجبكم. تفضل. الله الله عليك. كبير المقبرة بس ضيق القبور، يومي على واحد حيل ينهيت، أزتهم للمناية وانزف دموع بحيث من البواج ما يظل خيت، ما يظل خيت بيبان الفرح مفتوحة للناس، وانا بوجه الفرح مسدودة بيبانه، بيبان الفرح بيبان تنسيت، يومي يا عزيز قبال ما يروح، يومي يومي يا عزيز قبالنا يروح، وعلى سهر الليالي حزامي ينشيت، الأحزامي ينشيت، فقدناهم مثل ما نفقد الشوف، فقدناهم مثل ما نفقد الشوف، العمش ما حصل ما يرجع رميت، ما يرجع رميدك واحد يروح نعوضه مرات،
مرات واحد مستحيل يعوض أحد. حياكم الله متابعينا. بعد ما سمعنا سيف المنصوري هذا الموهبة، هذا الصوت الجميل، فنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. طبعا من خلال هذا البرنامج قبل لا نستمع السيف المنصوري، حاب نوجه دعوة لكل شخص يمتلك موهبة ما مطروقة بالإعلام، يعني من رسم شعراء وليس فقط منشدين وأصوات حسينيين. نعم، تحياتنا لكل شخص قدم على هذا البرنامج. طبعا أولهم كان سيف المنصوري، من الأصوات اللي تستحق حقيقة صوت جميل ومبدع مميز، من اختيار الإعداد المبدع أحمد الغريب، صوت رائع. أنت شغلت المقامات ما مقامات يعني تعلمتها، جاي تتعلمها؟ بالنسبة أستاذ إبراهيم تعلمنا كل شيء على الفطرة. ما شاء الله. اي فالحمد لله والشكر، لا درست مقامات ولا اجى شخص انه قال تعال خلي انطيك معلومات عن المقامات. انا هاي على الفطره. انت لابد انه تتعلم المقامات ان شاء الله، لك نيه. شيء هذا شيء ضروري بالنسبه لنا درس المقامات، بس ولكن قلت لك بعد هي فطره، بس ان شاء الله نقول بالقادم احسن بعد انه للمقامات. زين، شنو القريب على قلبك من يعني المقامات تحسه قريب عليك؟ شوف بالحزن يعني النعي او القصائد اللي ترثي بها الشهداء. المقامات ان كان فنان او ان كان رادود، كل فنان او كل رادود يختص بلون إلى جميل. صحيح. بحيث المقام اللي بداخله اذا يقدمه يوصل الخشوعيه للمقابل اكثر واكثر. فبالنسبه انا عندي افضل المقام اللي دائما اادي به اللي هو الحجاز. ما شاء الله. اي حجاز كلش يعني. زين، الحان قصائدك انت من يلحنهن الك؟ من يختار لك الالحان، قصائد الحسينيه او الاناشيد؟ انت من نفسك او اكو شخص يساعدك؟ اليوم على السماع. حلو. انا اليوم بالنسبه اذا اتفرج على اليوتيوب، اذا اشوف لحن نقدر نقول تراثي او الالحان هسه مال الجيل هذا اللي موجود، صحيح، فاقدر انه اروح اخذ اللحن او اروح لاقرب شاعر اللي هو ايليا، ما شاء الله، اكتب له على اللحن، تستمع بالاستماع على الاذن الموسيقى. حلو ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله حبيبي يا طيب. الكادر متشوق يسمع لك. الله يخليك. لان حقيقه صوتك كلش حلو، الله يخليك، واحساسك كلش راقي. الله يخليك يا فحاب تسمعنا عندك قصيده حزينه اريد تبكيهم اليوم. اني خادم. اي والله. الله يخليك يا عزيز حبيبي يا مبدع. كل شقل لي كل شقل لي كل شقل لي ولا تقل لي الفرقة قسمي، الفرقة قسمي الله الله ما يرضى يجرح ولا تقل اللي المظلم، أو لا تقل اللي المظلم من يمر بيك الصبيح 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 الجرح ما حد يفهم غير بس اللي ينجرح، الجرح ما حد يفهم غير بس اللي ينجرح. نيتي صدر حسين كانت بس حكي الواد مرمح، بس حكي الواد الواد مرمح، يا العفتني بديره غربه وجرحك بقلبي اشعلاته اشعلاته ولا ثار ما ينمسي، الواد ميداون جرحي
وانت فوق الذيب مليح، آخ يا فشلت هواني من تقيلهم ما أحبه، وصاير بطابعك جبيح، وين وديت المحنة من جنيت كلك سميح. الله ما راد نتفارق، الله يسعب كل صلح كل شي بغيابك كرهتين مبدع، ما شاء الله عليك، ما شاء الله على هذا إحساسك وعلى هذا اختيارك القصيدة، الاختيار المميز. بالتوفيق إن شاء الله، والله يحفظك. وإن شاء الله من خلال هاي الحلقة من برنامج ما يعني أوتار لم تعزف، إن شاء الله يوفقك. محرم، هذا شهر محرم قريب إن شاء الله، وإن شاء الله إذا دعوك المجالس تحضر إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لشغلة المجالس مبتعد عنها، بس ولكن إذا أجتني دعوة خير إن شاء الله، الله يوفقك. هاي أصحاب المجالس إذا على هذا الصوت وما يدعونا الله يحفظك إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الأولى من برنامج أوتار لم تعزف. أتمنى أنه الحلقة عجبتكم ونالت رضاكم، والقادم إن شاء الله راح يكون أفضل وأحلى وأميز. متابعتكم ومشاركتكم لهذه الحلقة الأولى، لأن دعم بسيط يخلق حافز كبير، وبدعمكم نستمر. وفي الختام لا يسعنا إلا السلام، والسلام عليكم.